وبما ان برضو ناس كتير سالتني عن انها عايزه حاجات بعد بقى ما نخلص كل الكلام ده، يعني بعد ما نغسل شعرنا هنحط ايه. بتختلف من شعر للتاني، يعني في ناس شعرها بيحب الزيوت قوي، وفي ناس شعرها ما بيحبهاش ابدا او بيهيش شعرها. واحنا عشان في الحر وكده كده الرطوبه عامله معانا يعني الواجب، وشعرنا كله قد كده. ده طبيعي جدا، يعني طبيعي جدا مع كل الناس. انا بستخدم حاجات كتير قوي، يعني انا طول الوقت بستخدم حاجات، بستخدم اوقات زيوت، بس الزيوت مش بتحب شعري خالص في الحر ده. بستخدم بقى ليفان بتاع ايفا، ده كان كويس، مش كويس قوي يعني، مش احسن حاجه يعني. هو خلص من عندي، اما يخلص مش هيكرر تاني صراحه، ما اداليش اللي انا عايزاه. عندي حاجات كتير جدا جوه، بس يعني ده هو كويس، عمل اللي عليه، بس مش هكرره تاني. ما حبيتهوش، ناس كتير قالت عليه حلو قوي، يمكن حلو مع ناس تانية بس هو مش حلو معايا. تمام. وبيانسي تقريبا بكرره على طول لان هو بيرطب الشعر حلو فعلا. وبرده من فالاريا، ريحته حلوه وبيرطب الشعر. بس الفكره ان انا شعري انا ببقى بحط مره واحده لحد الشاور، انما ده عايز يتجدد كل يومين او كل يوم، فده مشكلته معايا، يعني عايز يرطب لي شعري اكتر. وفي الحر ده كلنا طبعا بنستخدم هير واكس وسليك بانك، بس هو ده الحاجه الوحيده اللي بتسد مع الحر ده. بس يعني، بس طبعا انتوا عارفين ان هو بيشد الشعر قوي، فما تبقوش تشدوا الشعر قوي عشان شعركم ما يقعش من هنا.